تاني بنتابع اللي بيحصل في سوريا، والأحداث متسارعة يعني. وطبعا سمعنا التصريحات اللي قالها ترامب عن أردوغان، وإن تركيا كانت عايزة تحقق اللي حققته في سوريا ده من وقت كبير فات لحد ما وصلت إليه. والتصريحات دي كشفت حاجات كتير، إن تحرك تركيا بالميليشيات دي لإسقاط نظام الأسد كان بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وبصراحة يعني أي حاجة أو أي نظام يجي مكان النظام اللي كان موجود فهو أفضل. يعني لو داعش بتحكم سوريا أفضل من النظام بتاع بشار. مفيش حاجة أوسخ من نظام بشار. يعني بالنسبة للإجرام مفيش حاجة أوسخ من كده. بس تعامل بقى الدولة المصرية معاهم، الدولة المصرية عامة ما بتتعاملش مع ميليشيات أو مع جماعات مسلحة. هي عايزة نظام، رئيس وزراء، وعايزة جيش وقضاء، لأن الدولة المصرية بيروقراطية شوية، وعندها مشاكل كمان لأن في عناصر في الميليشيات ديت مطلوبة يعني، زي الواد العيجل اللي طالع على تويتر ده بيهدد السيسي. فمصر مش مرحبة خالص بالنظام السوري الجديد، رغم إن السعودية مرحبة وما عندهاش أي مشكلة، والإمارات برضو عندها مشاكل إلى حد ما مع الإخوان فمش مرحبة قوي. بس أنا أعتقد إن أي نظام هيجي في سوريا، حتى لو الشيطان نفسه اللي بيحكم سوريا، هيبقى أفضل من بشار الأسد والنظام اللي كان موجود يعني.